شكلك نبيه يا واد، شكلك نبيه يا واد. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ بتقعد في الخبره، تقعد وقت. الوقت ده ما تضيعش ساعه منك انك تتعلم فيها وتاخد شهاده. لازم يا شباب. سلام زي سيادتك يا فندم. لا ده مش السبت كده، انا هسال عليك. هجيبه يا محمد، انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج، مش كده؟ مش عايز حاجه. ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج، على قوه اليوم 116 فقط 23 مشاة ميكانيكي، تصليح تغذيه بنقيه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سوهاج يا فندم. الناس بتوع سجن ناس طيبين قوي الصعيده. تسلم يا فندم. بالك قد ايه؟ اديني سنه وشهرين يا فندم. فاضلك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك ايه دبلوم؟ ثانويه يا فندم. طيب مش عايز حاجه؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. جندي مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم، باللون 116 فرقه 23 ساعه الشخص بالدقيقه عليا. منين يا اسلام؟ بالشرقيه يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجاره يا فندم. دبلوم تجاره. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندك ارض؟ اه يا فندم. كام فدان؟ فدانين يا فندم. تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه يا فندم برضه يا فندم. كده وكده يعني. اه. عندك كام اخوات؟ اخين يا فندم. بس؟ انا واخويا بس يا فندم. انتوا اتنين بس؟ اه يا فندم. ما شاء الله. اخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر يا فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه ب3 سنين يا فندم. هو في التعليم ولا؟ تمام يا فندم، لسه في التعليم. كويس. مش عايز حاجه؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم.
تمام يا فندم. جندي مقاتل كرولوس منصور جالس على قوه اللي هو 116 مشاة ميكانيكي، فرقه 23 مشاة ميكانيكي، الجيش الثلاثي الميداني، تسليح شخص بندقيه ليه؟ في حد بيدخن يا ولاد؟ حد بيدخن؟ ابو سعود تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز اصدقك. ابو سعود تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى يا كرولوس جنبي هنا، تعالوا جنبي وحوالين مني يا ولاد. تعالى 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 يا قرب ولاد. المجموعة دي. تعالى. اول ما اتخرجت من الكليه جيت هنا، عشت فيها دي احلى ايام. عايز اقول لكم كلكم اوعوا تفتكروا ان الازمه دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ لا خلص ولا ما خلص؟ بمين؟ بيكم انتوا. وبرضه الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا. امال ايه؟ بيكم. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ. انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تاريخ. هيبقى ايه؟ بس لازم نعرق ونشهد لما نخلص المسائل دي. زي ما خلصنا الارهاب وخلصنا حاجات تانية كتير. ده بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل، يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمة تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه؟ والأزمة دي ممكن تتحل إزاي؟ لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي؟ زي طبعا اوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلا أخونا شوقي كده، نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ كل سنة وأنتم طيبين. مش عايزين حاجة؟ أخبار رمضان بتاكلوا كويس؟ صحيح؟ أنا سعيد إن أنا شفتكم. كل سنة وأنتم طيبين. خلي بالكم من نفسكم. لازم برضه نبقى منتبهين. اوعوا تضيعوا وقت غير في تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا. يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ طيب هقول لكم على حاجه. عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب. لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. الكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء. من ضمن البناء بناء الجسم، بناء عقله، بناء ايه؟ عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد ابدا. ما نخافش يا اولاد من حد طبعا. هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلتوا قبل كده. كل سنه وانتم طيبين. متشكرين.